مرحبا مشاهدي الكرام على قناتكم ديما الجديد إلى هذا الفيديو. تألق الدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم اتحاد جدة خلال مباراة فريقه أمام الرياض مساء اليوم الخميس في الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين. ونجح الجلاد حمد الله في تسجيل هدفين خلال مباراة اليوم أمام الرياض، والتي انتهت بفوز العميد بنتيجة 4-0. وسجل حمد الله الهدف الثاني لفريقه من ركلة جزاء قبل نجاحه في تسجيل الهدف الثالث من خلال مقصية رائعة. وتصدر حمد الله جدول ترتيب هدافي دوري السعودي للمحترفين برصيد 4 أهداف، متفوقا بفارق هدف واحد عن مالكوم من فريق الهلال وروبرتو من فريق أهلي جدة. وبهذا يكون اتحاد جدة يتصدر جدول ترتيب الدوري المحلي برصيد 9 نقاط. وكان الفريق الاتحادي قد استهل حملة الدفاع عن لقبه في الدوري السعودي بالفوز على الرائد في الجولة الأولى ب3-0، ثم تفوق على الطائي بثنائية نظيفة في الجولة الثانية من المسابقة. للإشارة فإن حمد الله انضم إلى الاتحاد في الميركاتو الشتوي 2022 عبر صفقة انتقال حر بعد فسخ عقده مع النصر، واستطاع اللاعب أن يكون حاسما دائما بأهدافه مع الكتيبة الاتحادية، وأسهم في التتويج بلقب الدوري السعودي للمحترفين في الموسم المنصرم 2022-2023. وحصل المهاجم المغربي في الموسم الماضي على لقب هداف الدوري السعودي للمرة الثالثة في تاريخه برصيد 21 هدفا، علما بأن عقده مع النادي الجداوي ينتهي صيف العام المقبل 2024. فنتمنى حظ موفق للاعب المغربي عبد الرزاق حمد الله في مسيرته الكروية. شكرا على المتابعة، دمتم بخير وإلى فيديو آخر إن شاء الله.